اتكلمنا قبل كده عن الفانكشنز في الجافا سكريبت وعرفنا احنا ليه بنستخدم الفانكشن. النهارده هنتكلم عن طرق كتابه الفانكشن. في الجافا سكريبت في اكتر من طريقه لكتابه الفانكشن. اول طريقه هي الديكلاريشن، وفي الطريقه دي ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا بنكتب الكي وورد اللي هي فانكشن، وبعدها بندي الفانكشن دي اسم، وبعدها بنحط التو براكتس وبندي الانبوت لو احنا عايزين اللي هي اسمها البارامترز، وبعد كده ما بين الكيرلي بريسز بنكتب الكونتنت بتاعنا او الكود بتاعنا. الطريقه الثانيه هي الاكسبريشن او الانومينس. ليه بنقول كده؟ لان الفانكشن بنعرفها وما بيكونش ليها اسم. بنعرف فانكشن وبنديها التو براكتس وبعدين بنكتب الكود بتاعنا في البريسز وبنأساين الفانكشن دي على كونستانت تاني بنديله هو الاسم. الطريقه الثالثه وهي الارو فانكشن. الارو فانكشن هي طريقه مختصره لكتابه الفانكشن وبيكون شكلها زي ما انتم شايفين كده، ودي بتسهل جدا طريقه الكتابه وبنكتب فيها لاين مثلا واحد او تو لاينز بالكتير، وطبعا ممكن نكتب فيها كود كبير عادي جدا. تستخدم لما تكون كول باك فانكشن او تكون فانكشن بتندى جوه فانكشن او فانكشن بتتباصر لفانكشن تاني.